منتخب الفراعنة ينجح في أولى اختباراته الودية قبل نهائيات كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار. ميركاتو الزمالك الشتوي جبار. مهاجم النادي الأهلي يصل مطار القاهرة. أصدقاء الكرة مع عادل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد ولقاء جديد. لو بتشوفونا على اليوتيوب لايك وشير ومتابعة لقناتنا على اليوتيوب، ولو بتشوفونا على الفيسبوك لايك وشير ومتابعة لقناتنا على الفيسبوك. منتخب الفراعنة ينجح في أولى اختباراته الودية قبل نهائيات كأس الأمم بكوت ديفوار. ينجح في النتيجة وليس في الأداء. نجح ان هو يفوز على منتخب تنزانيا 2-0. احرز الاهداف تريزيجول ومو صلاح، ولكن الاداء عليه علامات استفهام. هل ده الاداء اللي احنا هنشوفه منتخب مصر امام غانا وامام موزمبيق وامام الراس الاخضر؟ احتمال مع المعسكر المطول للمنتخب روي فيتوريا يعدل من أداء اللاعبين. ممكن اهتزاز أداء المنتخب يرجع إن مفيش تشكيل ثابت بيلعب بيه، بيجرب اللعيبة. في علامات استفهام على اشتراك محمد صبحي. محمد صبحي ده لاعب ما لمس الكورة من شهرين أو 3، لعبه أساسي في المباراة. أحمد فتوح نفس وضع محمد صبحي ولعب في المباراة. لعب محمد صبحي على حساب أحمد الشناوي وأبو جبل ومحمد الشناوي. علامات الاستفهام على أداء المنتخب. في المفروض أنا في حالة الهجوم لما يبقى في هجمة عليا من منتخب تنزانيا يبقى عندي سرعة ارتداد. المنتخب عنده بطء في الارتداد للدفاع، وبعد هتلاعب لعيبة أفارقة. كأس الأمم هتلاعب لعيبة أفارقة بيتمتعوا باللياقة البدنية العالية. دي ملحوظة. الهجوم، هجوم مصر، محمد مهاجم منتخب مصر مصطفى محمد لازم يتمتع بالشراسة الهجومية. طول عمرنا نعرف ان مصطفى محمد ده شرس في الهجوم. امبارح مش الشراسة دي مش موجودة. هل هو بيعاني من إرهاق بدني؟ هل نفسيته بسبب سوء أدائه مع فريقه فرنسا مأثرة عليه؟ بتمنى أن روي فيتوريا يوضح حل لنقطة مصطفى محمد، لأن ده مهاجم مصر الأول. مش هقول كهرباء، لا، هو مهاجم مصر الأول. الخلاصة أن منتخب مصر ينجح في الفوز 2-0 على منتخب تنزانيا في المباراة الودية الوحيدة قبل السفر إلى كوت ديفوار للعب أولى مبارياته يوم 14 يناير 7 مساء أمام منتخب موزمبيق. بنتمنى التوفيق إن شاء الله لمنتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار. خبرنا الثاني صفقة الأهلي اللي اتكلمنا عليها الأيام اللي فاتت كلها. وسام أبو علي يصل مطار القاهرة. وصل مطار القاهرة لتوقيع الكشف الطبي لإنهاء إجراء انضمامه للنادي الأهلي. انضم وسام أبو علي للنادي الأهلي مقابل 1,700,000 يورو زائد 200,000 يورو في حالة الفوز مع النادي الأهلي بأي بطولة يكون هو مشارك فيها. يعني ما ينفعش النادي الأهلي يفوز ببطولة والنادي السعودي بتاعه ياخد 200,000 يورو. إن النادي الأهلي يفوز ببطولة لازم يكون مشارك فيها. فمليار مبروك للنادي الأهلي الذي يجهز صفقة أخرى مدوية، لاعب فلسطيني آخر في الناحية الهجومية. ده هنجمع لكم معلومات عنه الفترة الجاية نتكلم فيها. النادي الأهلي بيجهز الصفقة دي في خلال الميركاتو الشتوي. اللاعب اسمه مفاجأة لحضراتكم، سمعتوا عنه كتير، فنجهز إن شاء الله معلومات عنه ونقول لكم على اللاعب ده. لسه في مرحلة التجهيز. دي كانت بالنسبة لأخبار النادي الأهلي اللي هو هيعود للتدريبات غدا مع مارسيل كولر في غياب 15 لاعب عن النادي الأهلي
الانضمام للمنتخبات الوطنية المختلفة. الخبر اللي بعد كده عن نادي الزمالك، ونادي الزمالك يجهز ميركاتو شتوي جبار. نادي الزمالك في مرحلة دفع الغرامات اللي هي عليه، اللي مسببة إيقاف القيد عن نادي الزمالك. في حالة السداد والتفعيل نادي الزمالك بيجهز ميركاتو شتوي جبار. في الوقت اللي تم رفع الإيقاف فيه يبقى صفقاتي موجودة أسجلها. صفقات الزمالك الجبارة في الناحية في خط النص والناحية الدفاعية. هشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري، ده باك يمين عصري بيتمتع بالسرعة في تنفيذ الهجمة والارتداد للدفاع. هشام صلاح باك يمين عصري لاعب الاتحاد السكندري، النادي الاهلي كان داخل بيخلص فيه، ولكن بعد النادي الاهلي ما خلص لاعب فيوتشر عمر كمال عبد الواحد اصبح مش محتاج هشام صلاح. دي الصفقة الأولى لنادي الزمالك. الصفقة الثانية وكلمت حضراتكم عليها قبل كده، محمود صابر لاعب بيراميدز المعار لنادي زد. طب ده معار لنادي زد، الزمالك يا عم عادل هيجيبه ازاي؟ هيجيبه محمد صبحي هيروح لبيراميدز، محمد صبحي حارس المرمى هيروح لبيراميدز مقابل ان هم ياخدوا محمود صابر من زد، وعمرو السيسي هيروح زد. لفة طويلة، الخلاصة ان محمود صابر هيجي نادي الزمالك في انتقالات يناير. الصفقة الثالثة محمود حمادة لاعب المصري، وده لاعب وسط مدافع. محمود ده طبعا ده كان بيلعب اساسي في منتخب مصر مع كروش، حاليا مش اساسي في منتخب مصر، ولكن لاعب يتميز بقوة بدنية، الطول الفارع، سريع، ديفندر زي الكتاب ما بيقول. اللاعب الرابع ناصر ماهر لاعب النادي الاهلي السابق ولاعب فيوتشر الحالي. ده ناصر ماهر، وده لاعب خط وسط مهاجم. الزمالك بيجهز 4 صفقات، لو تمت 4 صفقات سوبر. بيحتاج الزمالك بعد كده للاعب مهاجم، وده بيجهزه ان هو لاعب اجنبي. ال4 صفقات دول في حاله انضمام نادي الزمالك هيجيله نادي الزمالك نقله ثانيه، هينشط الفريق اللي هو محروم من الصفقات الفتره اللي فاتت. ده الميركاتو الصيفي اللي بيجهزه نادي الزمالك، زائد المدير الفني اللي كلمت مع حضراتكم عليه، مدير فني هولندي ومدير فني الماني. والان اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها لما يستقر نادي الزمالك هيوقع مع مين من الاثنين المديرين الفنيين. بنتمنى التوفيق لنادي الزمالك في عمل ميركاتو شتوي جبار ليعيد نادي الزمالك الى الساحه الكرويه. بالتوفيق لنادي الاهلي ونادي الزمالك لرفعه سمعه الكره المصريه، لان منتخب مصر قوته في قوه الاهلي والزمالك. في نهايه لقائي مع حضراتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير ومتابعه لقناتنا على اليوتيوب علشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الساده المشاهدين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.